السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد معكم اللقاء، وإن شاء الله عز وجل اليوم نتكلم بموضوع يشغل الشأن اليمني، وهو موقف الحوثيين أو كيف سيصد الحوثيين الضربات الأمريكية والبريطانية. طبعا اليوم البحر الأحمر يعني هو اليوم بحر مسجور، بمعنى أنه بحر مستعر، وأنه المعركة فعلا توجد معركة، وأن هناك هجوم وهجوم مضاد، ولا يستطيع أحد أن ينكر على أنه لا توجد هناك هجمات حوثية ردا على الاستهدافات الأمريكية في داخل الأراضي اليمنية. أمريكا اليوم تقول على أنها تدافع عن نفسها وعن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وفي الحقيقة أنه البحر الأحمر كما قال الحوثيين أنه لا يوجد أي تهديد للملاحة في منطقة البحر الأحمر، وإنما هناك كان استهداف للسفن التي توجه إلى إسرائيل، وأن لديهم شروط، وهذا من ضمن هذه الشروط أنه إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية ورفع الحصار عن غزة. بخلاف ذلك فإنه أي سفينة من جميع أنحاء العالم كما يقولون تستطيع أن تمر. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هي تدخلت على أساس أنه هذا تهديد لحركة الملاحة الموجودة في منطقة البحر الأحمر، وأن هذا ممر دولي، وأن هؤلاء يعني وأن هذا عبارة عن قرصنة، وهذه قرصنة دولية إلى آخر هذه الأشياء. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت أول مرة بالضرب، وقالت خلاص أنه حققنا الأهداف، ثم بعد ذلك سيتطور الضرب. اليوم هي تضرب بشكل شبه يومي، ثم بعد ذلك المرحلة الأولى هي الآن تقول على أنها مرحلة الدفاع عن النفس، والمرحلة الثانية التي ستمر بها هي مرحلة ضرب، ربما تضرب ميناء الحديدة، والمرحلة الثالثة هي أنه تحاول أن تقوم بعملية يعني الإنزال وأخذ سفينة جالاكسي أو سحبها من ميناء الحديدة. وهذه هي غاية بالنسبة للأمريكان، لأنهم يعتبرون أنفسهم على أنهم يعني تعرضوا لنوع من الإهانة والنوع من الذل نتيجة للضربات التي يرد عليها الحوثيين، بمعنى أن الحوثيين لم يحتفظوا بحق الرد بل أنهم ردوا. وبالتالي فإنه يحاولوا خاصة الديمقراطيين في هذه الفترة أن يعني يحصلوا ولو على نصر بسيط، وأنه أفضل ما يمكن أن يكون النصر يعني الذي يعني يجابه به الناخب الأمريكي، وأنه استعدنا سفينة جالاكسي. طبعا الوضع داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني شبه يعني ناقم على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بدون قيد أو شرط، بل أنه الرأي العام هنا مع غزة ومع فلسطين إلى آخر الأشياء، بأنه انقلب الرأي العام الأمريكي حوالي 360 درجة، وأنه أصبح هناك وعي، وأنه يداري بالقضية الفلسطينية متى بدأت وكيف انتهت، ولماذا قامت المقاومة الإسلامية بهذا العمل، وما هي الأسباب، وأنه كان هناك حصار، وكان هناك نسيان القضية الفلسطينية إلى آخر هذه الأشياء. المرحلة الثالثة وهي المرحلة فيما بعد اليوم سيقوم بعملية تجنيد أفراد محليين وتدريبهم، وهو فعلا تم اللقاء بين طارق عفاش ومسؤول في القوات البحرية الأمريكية، وسيتم التدريب في منطقة جيبوتي، وبالتالي تصبح المواجهة يمنية. المرحلة الرابعة وهي مرحلة استهداف القيادات، وهي المرحلة التي ستصل إليها الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد. وستذكرون كلامي هذا على أنه على الرغم من المهلة التي أعطتها الولايات المتحدة الأمريكية لمدة شهر لجماعة الحوثي على أساس أنها تراجع نفسها، إلا أنه الجماعة لم تراجع نفسها، وبالتالي قالوا نحن استجبنا للمنظمات الإنسانية التي قالت على أن 75% من الشعب اليمني معتمد على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية، التي هي في الأساس آتية من الجمعيات الغربية. إذن هناك إشكالية، وهذه الإشكالية وهي إشكالية في الفهم، إنه الولايات المتحدة الأمريكية دائما تقول على أنها يعني في حالة دفاع، ثم بعد ذلك تنتقل من حالة الدفاع إلى مراحل متعددة، أولا ضرب أهداف، ثم بعد ذلك محاولة الإنزال، ثم بعد ذلك يعني ضرب قيادات سواء كانوا في الصف الأول أو الصف الثاني من القيادات الحوثية، وهي ستصل إليها.
طبعا الحوثيين يقول لك نحن يعني ننتظر مثل هذه الأشياء، وخاصة أنه أنا سمعت واحد اسمه نصر عامر يقول مثل هذا الكلام: نحن ننتظر مثل هذه الأشياء. يجب أن لا يكون لدى المتحدث الحوثي نوع من اللغة الخشبية الجافة. الناس اليوم لا تأكل شعارات، الناس في الحروب لا تأكل شعارات. الناس في الحروب هناك أنه عملية تخطيط، وهناك تخطيط آخر، بمعنى أنه لكل طرف استراتيجيته ولكل طرف هدفه من هذه الحرب. إذا أنتم أعلنتم عن هدف من هذه الحرب هو كذا، والأمريكان اليوم يقول نحن حليف استراتيجي لإسرائيل، إذا هم داخل الحرب. السؤال هنا: أين الحليف الإيراني اليوم؟ الحليف الإيراني اليوم قال على أنه لا علاقة له بكل المنظمات الموجودة أو التي تقوم بعملية قصف القوات الأمريكية في أي مكان من الوطن العربي، وأنه هذه الفصائل تتصرف من تلقاء نفسها، بمعنى أنها يعني لديها حرية التصرف. إذا هل الحوثيين فعلا، لو كان الحوثيين فعلا قادين في مواجهة الأمريكيين، كان على الحوثيين أن يتخذوا إجراءات على الأرض. أولا هم ينادون برفع الحصار عن غزة، هناك مدينة محاصرة لها أكثر من 10 سنوات، وأن المسافة ما بين الحوبان التي تسيطر عليه قوات الحوثي والحوبان التي معها شرعية لا يوجد إلا ساتر واحد فقط، أو عبارة عن سور، وهذا السور يعني لا يتجاوز يعني حجمه 10 سنتيمتر. لا يستطيع أي فرد من كلا الطرفين أن يصل إلى الجهة الأخرى إلا بعد أن يقطع 8 ساعات، مع أنه لو أزيل هذا القطر فإنه سيصل عليه بأقل من 25 ثانية يصل إلى الطرف الآخر. إذن هناك على الأرض على أنه الحوثيين فعلا يدندنون حول شعارات، ومن هذه الشعارات على أن الشعب اليمني ملتف حول القضية الفلسطينية قبل أن يوجد الحوثيين. لكن الحوثيين اليوم كقوة موجودة على الأرض يجب أن يثبتوا حسن نواياهم لأبناء الشعب اليمني، وأنه من ضمن إثبات حسن النوايا هو فك الحصار عن المدن التي حاصرونها منذ 10 سنوات، ولا أدل على ذلك هي مدينة تعز. إذا الأشياء الذي يعني يريدون من الآخرين أن يقوموا به، هم بالأساس يقومون به. ذلك نحن نقول على أنه اليوم أمام الحوثيين فرصة تاريخية برفع الحصار عن مدينة تعز، وبالتالي فإنه ستزداد شعبيتهم لو قاموا بهذا العمل، وأنهم فعلا يهدفون إلى توحيد الصف داخل الأراضي اليمنية. لكن ما يقومون به الحوثيين اليوم هو عكس ذلك تماما، بل أنهم هاجموا في منطقة بيحان، وأنه إجمالي عدد الذين تم قنصهم من هذه المنطقة في منطقة تعز أكثر من 1200 ما بين امرأة وطفل وشيخ. إذا خلاصة الكلام على أنه ما يحدث في البحر الأحمر ليس مزحة، وأن هناك هجوم وهجوم مضاد، وأن الأمريكان اليوم يدربون قوات يمنية موجودة الآن في جيبوتي، وهذه القوات تتبع قوات طارق عفاش، وأنه كل العالم اليوم وخاصة العالم الغربي قد تخلى عن قوات الانتقالي، وأصبح داعم جديد لقوات طارق عفاش التي ستمثل اليد الغربية في اليمن. وبالتالي فإن الحرب يعني ستكون هي عبارة عن حرب ما بين اليمنيين أنفسهم، وبالتالي يخرج الأمريكان من هذه المعمعة دون أي خسارة تذكر، وستذكرون ما أقول لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.